كل سنة وانتم طيبين. النهاردة 4 رمضان، وكالعادة لازم يكون في هبدة من الهبدات اللي لازم تطلع عن قدمائنا المصريين عشان يربطوهم بأي مناسبة دينية. طيب الهبدة بتاعت النهاردة بتتكلم عن ايه؟ قال ايه قدمائنا المصريين كانوا بيصوموا. حرام عليكم، حرام عليكم، اتقوا الله في حضرتكم. طبعا صفحات تنشر وصفحات تشير، وشوفوا قدمائنا المصريين كانوا بيمشوا على العقيدة الإسلامية وبلا بلا بلا. يا جماعة يا جماعة، اعقلوا الكلمة، اعقلوا الكلمة. صيام ايه اللي قدمائنا المصريين هيصوموه؟ شوفوا، لازم مفيش دخان من غير نار. فاحنا نعرف ايه سبب الكلمه دي، وليه الناس مطلعين ان كان في صيام على ايام قدمائنا المصريين. في عاده من عادات قدمائنا المصريين كانت بتحصل زمان، كانوا بيعملوها، احنا لحد دلوقتي بنعملها. ايه العاده دي؟ العاده دي اسمها الندر. ان انا بندر كده ندر لربنا، ان لو ربنا لبالي الطلب بتاعي والحاجه اللي انا عايزها، الامنيه بتاعتي اتحققت، انا هعمل حاجه. زي مثلا اللي يقول لك ايه، ندر عليا لو ابني نجح هروح اوزع شربات. انواع الندر اللي احنا اكتشفناها موجوده في المعابد او في البرديات. في ناس كانت كاتبه ايه بقى؟ في ناس صامت عن اللحمه، ناس صامت عن الخمره، وفي ناس بتصوم عن، واحد يصوم عن مراته، يقول لك مثلا انا مش هاكل لحمه لمده 40 يوم، مش هشرب خمر لمده 40 يوم، مش هاجي جنب مراتي لمده 40 يوم. ولكن اللي بيصوم عن اللحمه ده ما اكيد بياكل حاجات تانية، عنده البط، عنده الوز، عنده السمك، عنده كل حاجه. وعلى حسب المده اللي هو محددها الطلب بتاعه ده يتلبى، او الامنيه بتاعته دي تتحقق. بعد امنيته ما تتحقق يقوم ايه، يرجع لحياته الطبيعيه، ياكل بقى لحمه، ياكل سمك، ياكل الحاجه اللي هو كان نادر ان هو مش هياكلها. كان شايف ان هو ما ياكلش الحاجه دي، بالنسبه له ان هو بيلهي نفسه عن متعه من متع الدنيا. فيا رب انا هلهي نفسي من المتعه دي بس احقق لي امنيتي. بعد لما الامنيه بتتحقق بيرجع تاني عادي، ايا كان بقى الايام اللي هو بيكون هو اللي محددها، الشخص هو اللي محددها. فمن هنا بقى جت الهبده بتاعت ان قدمائنا المصريين كانوا بيصوموا. هم ما كانوش بيصوموا، هم كانوا بيدوا لنفسهم، بياخدوا حاجه معينه في الحياه يعتكفوا عنها، ما يعملوهاش لفتره معينه، هم اللي كانوا بيحددوها. فيا ريت يا جماعه كلمه ان قدمائنا المصريين كانوا بيصوموا دي، لا، كان بيصوم عن حاجه واحده، لكن كان بياكل ويشرب عادي. فيا ريت نعرف الصح قبل ما نقعد نهبط في اي هبده وننشرها على النت. ايه يعني انتوا ليه تدخلوا، لازم تدخلوا الدين في الامر؟ ليه؟ ليه بجد؟ اللي ما يعرفش يسال اللي يعرف.